بتبدأ الحلقة الأولى بجي هون وهو في المطار في نهاية الجزء الأول وبيرفض يطلع الطيارة، وبتجيله مكالمة من راجل مجهول بيتصل وبيقول له كان المفروض تطلع الطيارة دي وتسافر وهتندم على تصرفاتك دي. بس جي هون بيرد عليه وبيقول له ما تبقاش جبان ومستخبي زي الفيران ورا الموبايل واظهر لي، وبيقفل وبيبقى باين عليه التوتر والقلق، وبيطلع يركب تاكسي والسواق بيسأله رايح فين وبيبقى مشتت، وفي النهاية بيقول للسواق يطلع على سول، وبيروح البيت وبيفضل يدور في جسمه على شريحة تتبع ممكن تكون مزروعة جواه، وبالفعل بيلاقيها ورا ودانه فبيقطعها بالموس وبيرميها في الحوض، وبيبقى باين عليه انه ارتاح ولو جزء من الثانية. وبنروح لمشهد تاني بيفوق فيه جون هو من الغيبوبة وهو بيفتكر مشهد اخوه وهو بيضربه بالنار في الجزء الاول، وبعدين بيروح في الغيبوبة تاني، وبعدها بيفوق ووالدته بتشوفه وبتفضل تصوت وتزعق وتنادي على الدكاترة ان ابنها فاق من الغيبوبة اخيرا. وبيرجع جون هو لشغله في الشرطة، ولكن لانه خارج من صدمة بيقرر انه يشتغل ضابط مرور ويسيب التحقيقات. وبيروح جون هو يتغدى مع زميله في الشغل وبيفضل يتكلم عن الاكل بكل برود، وزميله بيحاول يبرر له انهم حاولوا يدوروا عليه في كل مكان وما كانوش لاقيينه نهائي، وكان بيعمل استئناف عشان يرجعوا الشغل، وبالفعل رجع وبيفكروا انه اختفى من الخدمة ومعاه مسدس، ورجع فجأة وهو مصاب برصاصة في كتفه، وبيقول له كمان كنت في غيبوبة وهتموت وكانوا هيطردوك وانا عملت كل حاجة في ايدي عشان تفضل موجود معانا. فجون بيقول له بتريقة وسخرية انا هفضل شاكر وممتن ليك طول حياتي، وبيقول له انهم في الشرطة مش بيهتموا غير بالادلة المادية، وفي حالتك ما كانش فيه اي ادلة ملموسة، وبيسأله لو فعلا مش فاكر اللي ضربه بالنار زي ما بيقول، فبيقول له مش فاكر، بس هو بيبقى فاكر اخوه كويس وهو بيضربه بالنار، وبيدور على الجزيرة للسبب ده. وبنرجع بعدها تاني لجي هون وبيكون قاعد في فندق مهجور من سنين ومراقب المكان بكاميرات في كل حتة، ومعين معاه فرقة كاملة او عصابة، وبيفوق من كابوسه على صوت جرس الباب، وبيكون زعيم العصابة اللي هو معينه يشتغل معاه وبيقعد معاه وبيسأله عن اخباره، فبيقول له انه كويس، وبيسأله لو لقى الشخص اللي هم بيدوروا عليه، فبيقول له ان مفيش اي اخبار، فبيديله شنطة فلوس كبيرة وبيقول له كثف العدد اللي معاك وزود الاشخاص واي فلوس هتحتاجها هتتضاعف، وبيعرض عليه مبلغ كبير. وبيكون جي هون بيدور على الراجل ابو بدلة اللي كان قبله في بداية الجزء الاول وبيلاعب الناس في محطات المترو، وبيديهم بعدها كارت دعوة لحضور الالعاب الدموية. وبينزل الزعيم يقابل باقي افراد العصابة اللي معاه وبيقول لهم انهم هيراقبوا من 6 صباحا لاخر اليوم ولازم يجمعوا اكبر عدد من الناس، فبيسألوه انت مقتنع باللي بتعمله؟ فبيقول لهم حتى لو مش مقتنع انا بعمل كده عشان الفلوس. وبنرجع لجون هو اللي بيكون جايب مركب بقبطان وبيدور في كل مكان وفي وسط العواصف والدوامات عن الجزيرة اللي كان عليها لعبة الحبار، والقبطان بيقول له انه صعب يلاقيها لانه لما شافه كان هو مصاب في المية وبالصدفة انقذه، وممكن تكون المية جرفته من مكان ابعد بكتير وان الجزر اللي موجودة في المكان ده عددها بالمئات. فجون بيقول له عندك حق فعلا، انا هفضل شاكر ليك طول عمري انك انقذتني، وبيقول له انا هوقف ان ادور لاننا كده بقالنا سنين بندور كفايه كده. وبنرجع للعصابه وبيكونوا عاملين اجتماع في تمثال لابس بدله وبيقولوا مواصفات الراجل اللي بيدوروا عليه وانه لابس بدله وطويل وبيلعب لعبه بالورق اسمها داكشي، وبيديك كارت عليه رقم لعبه الحبار، وبيعرفوا كلهم المواصفات وبيبداوا يدوروا في كل مكان تقريبا وفي كل حته في محطه المترو كل يوم، لان المكافاه اللي عارضها عليهم جي هون بتكون كبيره، لكنهم بيفشلوا انهم يلاقوه. وبيبقى جي هون مديهم تعليمات انهم يصوروا نفسهم جوه محطات المترو عشان يثبتوا انهم راحوا. وفي يوم رئيس العصابه هو وصاحبه بيتكلموا وهم في محطه المترو وبياكلوا وبيبقوا مش عاجبهم الوضع، لكن وهم بيتكلموا بيشوفوا قدامهم راجل بنفس المواصفات اللي جي هون بيدور عليها وبيلعب داكشي مع واحد وبيديله كارت وبيمشي، فبيمشوا وراه هما الاتنين وبيفضلوا مراقبينه وبيفضلوا ماشيين وراه وبيبلغوا جي هون بكل تحركاته، وبيلاقوه بيروح يشتري كميه سندوتشات كبيره جدا ومعاه كروت حظ، وبيروح لجنينه كلها شحاتين وفقراء وبيعرض على كل واحد فيهم انه يختار يا اما سندوتش يا اما كارت حظ، فمعظمهم بيختاروا الكارت وبيخربشوا الكارت وبيخسروا كلهم، وكل ده والعصابه بتراقبه ومفكرينه راجل صالح وكويس، لكنهم بيلاقوه بعدها بيقف في نص الجنينه وبيدوس على كل السندوتشات قدامهم وبيقول لهم انا اديتكم فرصه وانتوا اللي ضيعتوها، ومش انا اللي رميت الاكل ده انتوا اللي رميتوه، وبيفضل يدوس وبيبوظ كل السندوتشات برجله، وبعدين بيعدل هدومه وشعره وبيمشي كانه ما عملش اي حاجه. والعصابه بتبلغ جي هون بمكانهم ومكان الراجل وبيبقى رايح ليهم بسرعه، لكن بتوقفه شرطه المرور بسبب سرعته، وبتتصادف ان ضابط المرور يبقى جون هو وبيشوف اسم جي هون فبيفتكر انه كان موجود في لعبه الحبار وبيبحث عنه وعن ارقام العربيه، بس مش بيوصل لحاجه غير ان العربيه دي متأجره باسم شركه معينه. وعلى الناحيه التانيه العصابه بتمشي ورا صاحب لعبه داكشي وبيوصلوا لمكان وبيبعتوا اللوكيشن لجي هون وبيحاولوا يوقفوه، لكنه بيضربهم وبياخدهم لمكانه وبيكتفهم ويربطهم
وبيربطهم وبيلعب معاهم لعبة طوبة ورقة مقص، وبيحط رصاصة واحدة في المسدس وبيقول لهم اللي هيخسر هلعب معاه لعبة الرولت الروسي، يعني هجرب المسدس على دماغه وهيكون احتمال موته 1 من 6، لأن المسدس فيه رصاصة واحدة وهو بيشيل 6 رصاصات. فبينهاروا وبيعيطوا من الجنان، وواحد فيهم بيخسر وبيقتله قدام صاحبه، وده بيكون الزعيم، وصاحبه بيبقى اسمه تشوي. وجي هون بيوصل للمكان وبيدور عليهم لكنه مش بيلاقيهم، وبيشوف دم على كيس زبالة فبيفهم انهم في مشكلة، وبيرجع للمخبأ بتاعه وبيلاقي يافطة الفندق المهجور اللي هو ساكنه منورة، فبيفهم ان في حد فوق. وجون هو بيوصل الشركة اللي فيها العصابة وبيوصل لعنوان جي هون في الفندق المهجور، وبيطلع جي هون الفندق بيلاقي الراجل صاحب لعبة داكجي، وبيقول له انك مجرد كلب لاسيادك، وانا عايز اشكرك انك خلتني ملياردير، لكني عايز اعرف مين صاحب اللعبة دلوقتي. فالراجل بيقول له انه فضل سنين يشيل جثث ناس شبهه، وهو مقتنع انهم ناس ملهمش اي لازمة، ناس عالة على المجتمع. وبتعدي سنين على الحال ده، وفي يوم بيضرب نار على حد وبيشبه عليه، فبيطلع ابوه وبيقول له انا قتلت ابويا وما حسيتش بحاجة، فانا كمان زيهم ما عنديش احساس ولا ضمير. وبيقول له اعترف يا جي هون انك انت كمان كسبت اللعبة بالحظ، وانك زبالة زيك زينا كلنا. وبيتفقوا يلعبوا لعبة الرولت الروسي، وهيحط رصاصة واحدة في المسدس وكل واحد يجرب المسدس على راسه مرة. والراجل بيقول لجي هون انه معاه مفتاح في جيبه هيوصله لكل المعلومات اللي هو عايزها لو قدر يفوز في اللعبة. وبيفضلوا يضربوا على بعض في 6 محاولات لحد ما بيتبقى محاولتين، يعني واحد فيهم هيموت. فجي هون بيضرب على نفسه لكن الرصاصة بتكون مش موجودة، والرصاصة بتطلع موجودة في دور الراجل. وقبل ما يموت جي هون بيقول له اعترف انك كلب اسيادك، والراجل بيضرب نار على نفسه وبيموت. وبتبدأ الحلقة التانية لما جون هو بيسمع صوت ضرب نار في فندق جي هون المهجور، فبيطلع يفتح الأوض عشوائي وبيسمع صوت حد بيزعق، وبيطلع تشوي صاحب الزعيم اللي كسب في اللعبة واتقتل الزعيم صاحبه قدامه الحلقة اللي فاتت. فجون بيفكه وبيسأله فين جي هون، فبيقول له انه في أوضة 410. فبيروح هناك وبيرفع المسدس على جي هون وبيقول له انه شرطي وانه مقبوض عليه بتهمة الاشتباه في جريمة قتل. وبيدخل تشوي وبيضرب جون هو على دماغه فبيفقد الوعي وبيقع. وبيكون جي هون اخد كارت من لاعب الكروت عليه تاريخ 31 اكتوبر وعنوان حفلة، وبيقول تشوي لجي هون ان الوغد ده قتل الزعيم قدام عيني عشان خسر في اللعبة. وبيتأثر جي هون قوي بالكلام وبيزعل. وبنشوف بعدها بنت نايمة في عربيتها في الشارع، وبيصحيها راجل الامن وبيقول لها انها لازم تمشي من هنا وتغير مكان عربيتها، فبتقول له ان شغلها هنا، فبيقول لها برضو لازم تغيري مكان العربية. وبنرجع لجون هو وجي هون اللي بيتكلموا عن اللعبة، وجي هون بيقول له انه عارف انه محقق، وجون بيقول له لو هو فاكره عشان جه سأل عليه قبل كده في بيته. فجي هون بيقول له افتكرتك. فجون بيقول له وكمان شفتك على الجزيرة، كنت هناك لما حصل خناقة في الغرفة الضخمة بتاعتكم، وسألت على اخويا يين هو، ووقتها قلت لي ما نعرفش اسماء بعض. وبيسأل مين اللي انت قتلته ده، فجي هون بيقول له انا ما قتلتوش، هو خسر في لعبة الرولت الروسي، وانه مجرد مجند بيجندوه عشان يعين ناس جديدة للعبة. وبيكمل كلامه ان اللعبة مصممة لتسلية زباين معينة ليس الا. فجون هو بيقول له فعلا في اشخاص اسمهم الاشخاص المهمين، وبتبقى خطته انه عايز يوقف اللعبة، واول خطوة انه يقبض على مصمم اللعبة. فبيسأل جي هون انت لسه جزء منها، فبيقول له لا ولازم تقف. وبيسأل جون لو كان شاف القائد بتاعهم، لكن جون بيكذب وبيقول له انه ما شافش وشه لانه كان لابس ماسك اسود. وبيبقى بيكذب لانه عارف ان اخوه يين هو قائد اللعبة. وبيعرض على جي هون انه يفكه ويساعده في المهمة، لكن بيعترض شوي على الاقتراح وبيقول له ان الشرطة مش بتساعد حد وانه كذاب. فجون هو بيقول له انه شاف حاجات هو ما يعرفش حاجة عنها على الجزيرة ويقدر يساعده. وبيبقى جي هون متردد في الاول، لكنه في الاخر بيفكه عشان يسيبه يساعده، وبياخده على اوضة كلها فلوس. فجون بيقول له انه مش عايز فلوس، لكنه مش عايز غير انه يلاقي اخوه ومش فارقاله فلوس. وتشوي بيقول له هساعدك لانه قتلوا الزعيم قدام عيني. وجي هون بيقول لهم ان الفلوس دي هيصرفها عشان يوقف الناس دي. وبيكملوا كلامهم انهم محتاجين اسلحة اكتر عشان يوقفوا الناس دي. فبياخدهم جي هون على اوضة كلها مسدسات واسلحة، وعلى صالة معزول عنها الصوت وبيتدرب فيها على ضرب النار. وبيقترح على جون هو يستقيل من شغله. وبنروح بعدها لملاهي وبنشوف بنت صغيرة بتاخد حلويات من حد لابس ارنب وبتمشي، وبعدين بتروح البنت للارنب وبترسمها معاها، وبتكون البنت اللي لابسة زي الارنب اسمها كانج، وبتكون هي نفسها البنت اللي كانت نايمة في العربية، وبتكون حياتها متدمرة بسبب انها قتلت الرئيس بتاعها في كوريا الشمالية، وبنتها ضاعت منها وهي عندها سنة، وبتبقى ما عندهاش مشاعر ومش بتتكلم مع حد نهائي ومش بتتأثر بحد بسبب اللي حصل ليها. ومع ذلك بتتأثر بقصة البنت اللي رسمتها لانها بتبقى مريضة كانسر ومحتاجة عملية خطر وممكن تموت، بس مش بتشارك في الحديث ولا بتقول حاجة. وبتروح لسمسار وبتديله فلوس عشان يدور على بنتها، فبيقول لها انه مش لاقيها ومش عايز فلوس والاحسن ليها انها تنسى. تبقى بتعيط
بتعيط وعايشة في عربيتها، وبيجي لها حد يديها كارت لعبة الحبار. والصبح بيروح جون هو للمدافن عشان يزور قبر مرات اخوه، وبتبقى امه بتكلمه في الموبايل وبتقول له لو لقيت ورد جديد يبقى اخوه جه يزورها، لان اكيد مش هيضيع يوم ذكرى وفاتها وما يجيش. لكنه مش بيلاقي ورد جديد، وبيحط هو ورد على المقابر وبيمشي. وبالليل وهو بيتعشى مع امه بتقول له انها خايفة يكون اخوه مشي، لانه حس انها مش بتحبه زي ما بتحب جون، لانه ابن جوزها، ولانه اتبرع بكليته لجون عشان ما يموتش، وكان نفسها تساعد وتبيع كل اعضائها لما مراته تعبت بس ما عرفتش تساعده. فبيزعق معاها جون وبيقول لها انه مش مسؤوليتهم اللي حصل، ودي نتيجة افعال اخوه، وانه حتى لو ما كانش اتبرع بكليته ليا ما كانش هيبيعها ويساعد مراته. ولازم تفهمي ان تعبها ووفاتها ده كان قدرها، واللي حصل كان تمن افعال اخوه. وتاني يوم بتروح كانج الملاهي وبتستقيل، وبيتكلم عليها رئيسها والموظف زميلها انها غريبة وما عندهاش مشاعر وما بتتكلمش مع حد. وهناك وهي ماشية بتشوف البنت الصغيرة اللي رسمتها اغمى عليها، والاسعاف بتاخدها على المستشفى، وبتروح وراها المستشفى تبص عليها وبتسيب لها الطاقية بتاعتها وبتمشي. وبيظهر دكتور اسنان وهو بيخلع لجي هون ضرسه وبيركب مكانه جهاز تتبع. وبيجي تشوي لجي هون وبيقول له انه جاب ناس بالفعل كانوا في الجيش الكوري ومدربين انهم يستخدموا اسلحة، وبيقول لهم انهم لازم يكونوا حذرين ومستعدين بكرة ضروري. فبيقول له ما تقلقش احنا هنكون قريبين منك. وبتتصل كانج بالرقم اللي على الكارت وبتبلغهم باسمها وتاريخ ميلادها، وبيديها عنوان وبتحرق الكارت والرسمة اللي البنت رسمتها ليها بلا اي مشاعر. وجي هون وفريقه بيوصلوا لمكان الحفلة في اليوم المحدد، وبيدخل جي هون مع تشوي الحفلة، وتشوي بيلبس ماسك حصان لانها بتكون حفلة هالوين والكل لابس ماسكات. وجون هو بيراقب المكان من بره وبيشوف اتنين من حراس اللعبة داخلين، فبينبه جي هون وتشوي. وجوه المكان واحد من الحراس بيكهرب تشوي والتاني بياخد جي هون في العربية وبيمشي، وبيبقى ماشي وراه جون هو والفرقة بتاعته. لكن عند نقطة معينة العربية بتفضل تتوههم، وبيكون في قناص بيضرب نار على كاوتشات العربية، فمش بيعرفوا يساعدوا جي هون. وجون هو بيحاول يلحق العربية لكنهم بيعطلوا له عربيته. وفي وسط الأحداث دي بيتكلم جي هون مع قائد اللعبة، واللي بيقول له كان لازم تسافر وقتها وتنسى اللي حصل وتبدأ حياة جديدة. فجي هون بيقول له مستحيل أعمل كده، انتوا بتعاملوا الناس على انهم خيول بيتسابقوا عشان يمتعوا سيادكم، وانت زيك زي زميلك اللي مات كلاب لأسيادكم. فالقائد بيقول له انت شاركت في اللعبة بمزاجك. فبيقول له انتوا بتتاجروا بالناس اللي يئست من حياتها وبتقنعوهم انكم هتنقذوهم، لكن انتوا بتموتوهم وبتدمروا حياتهم. فبيقول له انهم مجرد حسالة، والحسالة هتفضل تزيد في العالم، ولو عايز توقف اللعبة يبقى لازم تغير العالم، وكل اللي ماتوا خسروا في اللعبة ليس الا، ودي مش مشكلتنا. فجي هون بيقول له مادام مش هتوقفوا اللعبة يبقى انا عايز ارجع العب اللعبة تاني. فالقائد بيسأله انت لسه قايل انك عايز توقف اللعبة. فجي هون بيقول له لا انا هشارك فيها، واكيد اسيادك هيلاقوها ممتعة وهيتبسطوا لما يشوفوا اللاعب اللي كسب بيلعب تاني. فالقائد بيقول له زي ما تحب، وبيقول له مرحبا بيك يا رقم 456 في اللعبة من تاني. وفجأة بيطلع مخدر من فتحة في العربية بيخدر جي هون، لكن جون هو بيكون متابعه على جهاز التتبع وبيكلم الفرقة بتاعته يجهزوا للخطة البديلة. وبتظهر كانج وهي بتروح للمكان اللي هيتحركوا منه للعبة، لكننا بنتفاجئ انها مش هتشارك كلاعبة لكن كواحدة من الحراس المسلحين. وبتبدأ الحلقة الثالثة بجون هو وهو مجمع الفريق بتاعه، وبيروح لصاحب المركب وبيقرروا يتحركوا ورا جهاز التتبع اللي جي هون كان مركبه في اسنانه. وبعدها بيصحى جي هون اللاعب رقم 456 من النوم على صوت موسيقى لعبة الحبار، وبيبقى مخضوض ومش مصدق نفسه وعمال يبص حواليه في كل مكان. والست اللي جنبه في السرير بتبقى بصتها غريبة وكلامها أغرب منها، وبتقول له إنه لسه متعلق بأرواح كانت عايشة هنا. وبيحصل هرج من الناس لأنهم مش فاهمين إيه اللي بيحصل. وبيدخل الحرس بعدها وبيبدأوا يعرفوهم قواعد اللعبة، ومن القواعد دي إن ممنوع بتوع الأمن وشهم يظهر. وبيعترض شوية من اللاعبين على الطريقة اللي جم بيها هنا، وبيتهموا الحراس بخطفهم. فبيبدأ الحراس يفضحوا كل لاعب مديون بكم مليون، وبيبقى كل المشتركين حرفيا مفلسين ومديونين بمبالغ كبيرة جدا. والحراس بيقولوا لهم إنكم هنا بمزاجكم، ولأنكم وافقتم أساسا وجيتم للمكان المحدد برجليكم، وده بيجبر الناس إنهم يكملوا اللعبة، بالذات لما بيسمعوا الجائزة المالية الضخمة واللي بتوصل ل 45 مليار ون كوري، وده بيساوي تقريبا 30 مليون و500 ألف دولار. وإنه من قواعد اللعبة إننا ممكن نعمل تصويت بعد كل جولة، ولو الأغلبية وافقوا على عدم اللعب هنلغي اللعبة ونوزع المبلغ اللي موجود بالتساوي على الكل. وفي وسط الناس واحدة عجوزة بتقابل ابنها، وبيبقى باين إنهم جم لأنهم مديونين بسبب إن ابنها مدمن قمار. وعلى الناحية التانية جون هو والفرقة في المركب بيحاولوا يوصلوا للجزيرة اللي عليها لعبة الحبار. وبنرجع تاني للعبة، والحرس بيبدأوا يمضوا اللاعبين إقرار إنهم بيلعبوا بمزاجهم اللعبة. وهناك بتحصل
بتحصل مشكلة بين اللاعب رقم 333 اللي بيكون يوتيوبر ونصاب، واللاعب 230 واللي بيكون رابر واتنصب عليه من اللاعب 333، وبيهددوا بعض. ولسه جون هو بيحاول يوصل بالمركب، وبيسأله القبطان ليه رجعت ما دام انت قلت مش هترجع؟ فبيقول له لانه قابل شخص لعب اللعبة دي قبل كده ولازم يوقفوا اللعبة، وان هم بيتعقبوا اللوكيشن بتاعه من جهاز تتبع لانه رجع تاني للعبة. فبيلاقوا جزيرة بيشاور عليها جهاز التتبع، وبيطلعوا طيارة درون بريموت تشوف الجزيرة. وفي الناحية التانية في لعبة الحبار بيبدأوا ينظموا الناس عشان يصوروهم، وبيتجمع الناس على اللاعب 230 لانه رابر ومشهور وكله عايز يتصور معاه. فبيجي الامن وبيقول لهم انه ممنوع، فبيوعدهم انه يتصور معاهم كلهم لما يخلصوا، وبيرخم على اللاعبة رقم 196 وبيبقى باين انه معجب بيها، وبيقول لها ان اسمه ثانوس، لكن هي مش بتبقى مهتمة وبتمشي وتسيبه. وبتبقى كل الاحداث دي بتحصل واخو جون هو يين هو المقنع بماسك اسود واللي بيبقى قائد اللعبة بيتفرج وبيتابع في صمت. وبيقابل جي هون اللاعب رقم 390 وبيبان انهم اصحاب، وبيسأله ليه مش بيكلمه وليه ما قالش ان امه ماتت، وبيفضل يتكلم وبيقول له انه طلق مراته وحياته شبه متدمرة. فبيزعق فيه جي هون وبيقول له مهما حصل لازم تفضل مستخبي ورايا وتبقى قريب مني، انت فاهم؟ وبيوصل رجالة جون هو للجزيرة وبيفضلوا يدوروا، وهناك جهاز التتبع بيبقى جايب لهم الاشارة عند راجل واقف بيصطاد. فبيروحوا يفتشوه ويفتشوا حاجته، وبيلاقوا شريحة التتبع في علبة طعم للصيد، وبيسألوه جبت منين العلبة دي؟ فبيقول لهم ان واحد قال له انه معاه طعم مش محتاج له فاخدوا منه. وبيبقى رجالة لعبة الحبار لعبوها صح ومنعوا جي هون من خطته مرتين لحد دلوقتي. وبيزعق تشوي للرجالة اللي معاه وبيقول لهم انتوا اكيد حد فيكم سرب المعلومات لحد، وانهم لازم يتصرفوا ويلاقوا خطة بديلة ينقذوا بيها جي هون في اقرب وقت ممكن. وبتبدأ الجولة الاولى من لعبة الحبار، وبتبقى لعبة العروسة، واللعبة بتكون قواعدها هي انهم يتحركوا ناحية خط النهاية لما الموسيقى تشتغل، ويقفوا ثابتين في مكانهم اول ما الموسيقى تقف. وجي هون بيكتشف انهم خلعوا جهاز التتبع من ضرسه، وبيلاقي نفسه ساعتها بقى في موقف صعب جدا. وجي هون بيفضل يزعق للناس وبيقول لهم العروسة دي هتخلص عليكم لو اتحركتوا بعد ما الموسيقى تقف، ولو هتتكلموا غطوا وشكم لانها مش بتقدر ترصد اللي هي مش شايفاه. وفي الاول بيقولوا عليه مجنون، وبيكون يين هو لسه بيتفرج على اللعبة من غرفته على شاشة عرض ضخمة. وبيفضل جي هون يوجههم طول الجولة، ومحدش بيموت في البداية لحد ما بتيجي نحلة على رقبة اللاعبة رقم 196، وثانوس بيقول لها اكيد النحلة دي عارفة انك وردة، فبتتخض وبتصوت. فبيخلصوا عليها اول واحدة في اللعبة، وبيحصل ذعر بين الناس وبيجروا، والحراس بيفضلوا يخلصوا على اي حد بيتحرك من مكانه. وبيفضل جي هون يزعق علشان يثبتوا، ولسه محدش مصدقه. فبيقول لهم ان اللعبة بوقت وممكن يموتوا لو الوقت خلص قبل ما يعدوا الخط، وبينظمهم في صفوف ورا بعض عشان العروسة ما تبقاش شايفاهم كلهم. لكن بيحصل لخبطة في صف منهم بسبب ان اللاعب ثانوس اخد استباحة من السلسلة اللي لابسها على شكل صليب وخلتهم هايبر، والناس كلها بتبقى متوترة ومرعوبة. بس في الاخر بينجح عدد كبير منهم في اللعبة، منهم جي هون. وبنشوف كانج بين القناصة، وبتشوف في بندقيتها ابو البنت اللي في المستشفى، وبيبان على وشها لاول مرة ملامح القلق. وبعدها بتتجمع كل اللعيبة في غرفة واحدة، وبيبقى ثانوس مهايبر على الاخر. وجي هون بيحرض الناس انهم يعملوا تصويت عشان ينهوا اللعبة، والناس بتبقى موافقة. وبعدين الامن بيقول لهم الاول تشوفوا جايزة الجولة الاولى وبعدين نعمل تصويت. فلما بيشوفوا الفلوس بيلاقوا انها لو اتقسمت على العدد اللي فاضل كل واحد هياخد مبلغ قليل، وبيفضل فيه جدال بينهم كبير لحد ما بيبدأ التصويت، لان الامن بيقول لهم احنا بنحترم حريتكم برضه. وبيبدأ التصويت بارقامهم بشكل تنازلي، واول واحد بيصوت بيبقى جي هون رقم 456، وبيصوت برفض الاستمرار، وبيصوت جزء كبير معاه. بس على الناحية التانية بيصوت جزء كبير انهم عايزين يكملوا اللعبة، وبتفضل الاعداد تزيد في الجانب اللي عايزين يكملوا اللعبة لحد ما بيزعق فيهم جي هون وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ لو كملنا ناس تانية هتموت واللعبة مش هتقف، ولازم تبقوا واعيين انتوا بتعملوا ايه. والناس بتبدأ تصور عليه وتقول له انت مين وليه بتقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه؟ انت اكيد معاهم. فبيزعق فيهم وبيقول لهم انه لعب اللعبة دي قبل كده وكسبها وكل اللي كانوا معاه ماتوا. والست الغريبة بتاعت الارواح في النص بتفضل تقول كلام غريب، وبيفضل جي هون يحذرهم انهم لو كملوا هيموتوا كلهم. فبيتدخل الامن وبيهدد جي هون ان اي حد هيعطل التصويت هيموت، وبيبدأ عدد ارقام التصويت يزيد، وفي النهاية بيبقى في تعادل بين الاصوات، وبيبقى فاضل لاعب واحد بس وهو اللاعب رقم 1. وبيبقى الفرقتين متوترين وعينهم على اللاعب رقم 1 اللي صوته هيحسم الموضوع، وبيبقى اللاعب باين من ظهره ووشه مش ظاهر. وبنتفاجئ بعدها ان اللاعب رقم 1 يبقى هو نفسه يين هو قائد اللعبة، واللي كان بيراقبهم بهدوء من البداية. ويين هو بيصوت طبعا باستمرار اللعب. وبندخل على الحلقة الرابعة واللي بتبدأ بأوضة فيها
ففيها دكتور بياخد اعضاء من اللعيبه اللي ماتوا، لكنه بيقول لهم المفروض اللعيبه دول يجوا وهم لسه فيهم الروح، لكن اللي ميتين خالص دول مش هينفع ياخد منهم حاجه. وبنرجع تاني للعيبه وبيكونوا متجمعين في الاوضه كلهم وبياكلوا وجبه بيوزعها على الحراس عليهم، لكن جي هون بيرفض ياكل، فبيعرض عليه صاحبه جونج باي ياكل معاه، لكن جي هون بيبقى رافض الكلام، وجونج باي بيقترح عليه انهم يلعبوا جوله كمان ويمشوا. فجي هون بيقول له ان اخر حد قال كده مات وهو بيلعب، وبيروح له اللاعب رقم 1 وبيقول له انه داس انهم يكملوا اللعبه بسببه لانه كان خايف وعايز يستسلم، ولما قالوا انه نجح في اللعبه قبل كده اداله امل انهم ممكن يكسبوا وانه ممكن يساعدهم يطلعوا من هنا. وبيتجمع الناس حوالين اللاعب رقم 1 وبيبقوا موافقينه على الكلام اللي بيقوله، وبيسالوا جي هون عن اللعبه اللي جايه، فبيقول لهم ان اسمها دالجونا وهي حلوى السكر، فبيشرح لهم الاربع اشكال وان اسهل شكل هو المثلث واصعب شكل هو الشمسيه. فبيتريق عليه رقم 1 وبيقول له اكيد بتوع الشمسيه ماتوا، فجي هون بيسكت وبيفتكر انه اختار الشمسيه قبل كده اصلا. وبيجي راجل عجوز يقول لهم وطوا صوتكم، احنا مش عايزينهم يعرفوا اللعبه ويكملوا، عايزينهم يموتوا كلهم، لكن جي هون بيرفض وبيبقى عايز ينقذ كل الناس اللي موجوده. وبنروح للست العجوزه اللي اشتركت هي وابنها يونج سيك في اللعبه، وهي بتاكل بنت في اللعبه اسمها جون هي، واللي بتكون حامل، وبتقول لها انا عارفه انك حامل ولازم تاكلي، ولو احتجتي مساعده ممكن تناديني. وبنرجع لجي هون واللي بيساله اللاعب رقم 1 ايه اللي رجعه تاني وكان خلاص كسب، فبيقول له لان الفلوس دي مش فلوسي، دي فلوس الناس اللي ماتت، والفلوس دي جت بالدم زي ما الفلوس اللي فوق دي مش بتاعتنا وجت بالدم برضه. فبيقول له ان بلاش يفكر بالطريقه دي ابدا، وانك ما قتلتهمش، وحتى لو ما صرفتش الفلوس دي ده مش هيرجعهم الحياه تاني. فجي هون بيزعق له وبيقول له احنا هنا بسببك لانك اخر واحد اختار اننا نكمل اللعبه. فين هو بيقول له ان في كتير غيره قالوا نكمل، فبيرد عليه جي هون وبيقول له وزيهم قالوا لا. فبيجي جونج باي يهديهم ويقول لهم اللوم مش هيحل المشكله، وبيجي اللاعب رقم 388 يتدخل في الكلام ويقول انهم لازم يبقوا سوا وانه عايز يبقى معاهم مهما حصل. وهنا بنروح للاعب رقم 333 اللي بيروح له سانوس ومعاه واحد تاني، وبيفضلوا يرخموا عليه بسبب انه نصب عليهم في فلوسهم وبيضربوه، وده لانه كان عامل عمله مشفره خسرت، فبيخسر عدد كبير قوي من الناس اللي في اللعبه معاه وكلهم عايزين فلوسهم منه. وبيتدخل اللاعب رقم 1 وبيمسكهم يضربهم كلهم بكل سهوله وكانه مدرب قبل كده، وبيبقى هيقتل سانوس خلاص، وده بسبب انه بيقول له روح ربي عيالك، وهو مراته ماتت وده مأثر على شخصيته ونفسيته، وده هنشوفه اكتر في الحلقات اللي جايه، بس بيسيبه في اخر لحظه. وبتفضل الناس التانيه تشجع رقم 1 انه سيطر على الخناقه وانه بطل، وبيبقى ينهو عايش شعبيه والناس تثق في كلامه عشان يقدر يتلاعب بيهم واللعبه تسخن وزباينه ينبسطوا. وبنرجع للجنود والقناصه كانج اللي بيكون رقمها 11 وهي بتفتكر الراجل اللي بنته تعبانه وممكن يموت في اللعبه ويسيبها. وبنروح للعيبه اللي بيناموا وهم باصين على الفلوس وعندهم امل يكسبوا، وبيروح اللاعب رقم 1 لجي هون وبيتقرب له هناك وعايز يصاحبه وبيتاسف له لو الصبح اتكلم معاه باسلوب مش احسن حاجه، وبيحكي معاه ان مراته تعبانه ومحتاجه زرع كبد وهي حامل، ولانه استلف فلوس من تجار تبع شغله اعتبروها رشاوي ومشوه من الشغل، وانه محتاج الفلوس دي فعلا عشان ينقذ مراته من الموت وابنه لانها حامل ورفضت تنزل الجنين، وبيعيط وبيقول له ان اللعبه دي املي الوحيد في الحياه. فبيصعب على جي هون، وبتبقى دي القصه الحقيقيه فعلا لين هو، مع الفرق ان مراته بتكون ماتت فعلا لكن هو بيعمل كده عشان يضغط على مشاعر جي هون ويتودد ليه. وبينادي قائد على القناصه كانج رقم 11 من النوم في استدعاء وبيقول لها تبطل تموت اللاعبين اللي بيكونوا بين الحياه والموت لانهم محتاجين اعضائهم وهم احياء. فبتقول له انها بتعمل شغلها، وبيفضل يفكرها ويعايرها انها لازم تنفذ كلامه لان هو اللي انقذها من الاكتئاب، وانها معاهم من كذا سنه في اللعبه ولازم تركز عشان ما يحصلهاش مشكله. فبتقول له ان كلامه اتغير معاها عن اول مره لانه فهمها انهم بيساعدوا الناس اللي عندها يأس من الحياه، فبيقول لها انهم فعلا بيعملوا كده وبيخلصوهم من حياتهم البائسه. فبترفض كلامه وبترفض انهم يستغلوا اعضاء الناس بعد ما يخلصوا عليهم. وبيرجع جون هو للشرطه وبيحاول يقنعهم ينقذوا جي هون، لكنهم مش بيصدقوا قصته لانها من غير دليل، وبيقولوا له انه محتاج يتعالج نفسي. وبيتفق مع تشوي اللي بيتكلم مع البحار وبيقول له على كل تفاصيل العمليه عشان يتقسموا فريقين ويدور كل فريق على الجزيره. وبتبدا الجوله الثانيه ومش بتكون لعبه حلوى السكر زي ما جي هون كان فاكر، لكنها بتكون لعبه تانية وبينقسم فيها اللاعبين لفرق، كل فريق من 5 افراد وبيتربطوا في بعض من رجليهم وبيلعبوا 5 العاب ولازم يكسبوها كلها ويوصلوا لخط النهايه قبل ما الوقت يخلص. فبيروح رقم 1 لجي هون وجونج باي وبيبقى معاهم هو ولاعب كمان، وبيدخلوا معاهم البنت الحامل جون هي، واللي قبل اللعبه ما تبدا بتقابل اللاعب رقم 333 اللي كان عامل العمله المشفره وبتتكلم معاه وبيكون هو حبيبها وهي حامل منه، لكن
لكنه بسبب النصب اتخلى عنها الايام اللي فاتت، وبتشتمه وبترفض تلعب معاه، وبتقول له انه اناني ومش بيشوف غير نفسه وانه دمر حياتها وهو بالنسبه لها ميت. وبنرجع للعبه واللي بتكون صعب قوي حد يكسب فيها، فبيتفق فريق جي هون ان كل واحد يلعب لعبه من الخمسه، وبيختار كل واحد فيهم لعبه، وبيجي دور جي هون وينهو، لكن ينهو بيرفض انه يختار لعبه وبيقول لجي هون يختار له هو. فبيستغرب جي هون انه نداه باسمه، فبيساله انت عرفت اسمي منين؟ بس في اخر لحظه ينهو بيلحق نفسه وبيقول له انه سمع صاحبه جونج باي بيناديله بيه وعايز يناديله بنفس الاسم، وانه واثق فيه انه هيطلعهم من اللعبه دي، وانه عايز يكسب معاه ويفضل معاه في نفس فريقه، واي حاجه هيقولها هينفذها بدون كلام. وبيطلع اول فريقين للعبه وبتكون صعبه لدرجه ان واحد فيهم بيعمل حمام على نفسه من الخوف وبيخسروا فيها، وبيجي فريق الحراس يعدمهم، لكن واحد فيهم بيفضل عايش، فبتيجي برضه رقم 11 تفتح العلبه وتخلص عليه. وطبعا باقي الفرق بيشوفوا ده وبيبقوا مرعوبين. وبتبدا الحلقه الخامسه وبيطلع فريق تاني وبيكسب، وكل الفرق التانيه بتبقى بتشجعه والاجواء بتبقى حماسيه، كله بيشجع كله وبيساعدوا بعض عشان يعدوا الالعاب سوا لان حياتهم مربوطه ببعض، وبيخترعوا ماشيه عكسيه تسهل عليهم اللعبه. بس في الاخر بتحصل شويه تعقيدات بسبب الست الروحانيه اللي معاهم واللي بتضربها البنت المتحوله في اللعبه وبتهددها انها لو ما كسبتش هتخلص عليها بنفسها، بس في الاخر بيكسبوا قبل الوقت بثانيه واحده. وباقي اللعيبه بيبقى عندهم امل انهم ممكن يكسبوا في اللعبه وانها مش مستحيله، وبتدخل باقي الفرق وبنشوف فرق بتكسب وفرق بتخسر لحد ما بيتبقى فريقين بس، فريق جي هون وفريق تاني. وفريق جي هون بيبداوا بدايه جامده وبيكسبوا في اول 3 العاب من اول مره، لكن بيتعطلوا في اللعبه الرابعه واللي الدور فيها على رقم 1 واللي بيمثل انه مش عارف يعملها وبيعمل نفسه متوتر وبيقعد يضرب في نفسه، وجي هون بيفضل يثبته ويقويه وبيكسبوا في النهايه. وفي اللعبه الخامسه جي هون بيبقى المفروض ينطط الكره الصغيره على رجله 5 مرات، لكنه بيجيب 4 وبتكون الكره هتقع على الارض قبل الخمسه، بس بيلحقوا ينهوا وبينجحوا في الضربه الخامسه على اخر لحظه وبيكسبوا وبيحتفلوا. وفي نص الاحتفال بيتم اقصاء الفريق التاني لان الوقت بيخلص قبل ما يوصلوا خط النهايه، والاجواء بتفضل مشدوده بسبب اللعبه. وبيدخل فريق جي هون قاعه النوم وبيتضايق باقي اللعيبه بسبب انهم عايشين وبيبقى نفسهم اكبر عدد يموت عشان يكسبوا اكبر مبلغ ممكن. وهناك سانوس وصاحبه بيرخموا على الولد والبنت اللي معاهم في نفس الفريق وبيقولوا على باقي اللعيبه صراصير، وسانوس بيسالهم على سنهم فبيقول لهم يقولوا للبنت اللي معاهم كلهم اختنا الكبيره، تريقه يعني. والبنت المتحوله بتتكلم مع فريقها وبتقول لهم انها كانت في الجيش قبل ما تعمل العمليه وانها ما كانتش مرتاحه لما كانت راجل، فعشان كده عملت عمليه تحويل، وان عيلتها طردتها، وانها كانت محتاجه فلوس عشان تعمل العمليه واضطرت تستلف فلوس كتير وبقى عندها ديون كتيره. وبنعرف ان اسمها هيون جو. وبيرجع كل الحراس المسلحين لاوضهم وبترجع معاهم رقم 11 وبيتهجم عليها 2 من الحراس وبيهددوها انها ما تتعرضش لشغلهم تاني، وبيعوروها في وشها لانها لازم تسمع الكلام لان القائد بتاعها اتخلى عنها اساسا ومش هيساعدها تاني، وبيضربوها وبيسيبوها ويمشوا. وبيطمنوا كلهم على بعض في فريق جي هون وعلى اللعيبه جون هي لانها حامل وتعبانه، وبيتعرفوا على اسماء بعض. وين هو طبعا مش بيقول لهم اسمه الحقيقي وبيقدم نفسه باسم يونج ايل، وبيدوا جزء من اكلهم للبنت الحامل عشان عايزينها تتغذى، وبيطلبوا منها انها لازم لما تخرج من هنا تروح لدكتور عشان تطمن على نفسها وعلى طفلها. وبيجي فريق الامن وبيقول لهم انهم كسبوا وبيقول لهم النتائج، وبتنزل الفلوس في الحصاله قدامهم، وبيبقوا متضايقين ان عدد قليل من الناس هو اللي مات والمكافاه مش بتكفيهم وهم عايزين فلوس اكتر لان معظمهم مديون بمبالغ ضخمه والمبلغ المعروض مش هيكفي، وبيطلبوا منهم تصويت تاني على انهم يكملوا اللعبه تاني او لا، والقرار بايديكم. وبيبدا التصويت المره دي باللاعب رقم 1 واللي بنتفاجئ انه بيصوت بعدم الاستمرار، لكن بعدها بيصوت عدد كبير ان اللعبه تكمل لان الفلوس مش شايفينها كفايه، وبيكون يونج سيك من ضمن الناس اللي بتصوت ان اللعبه تكمل، وكذا لاعب تاني بيصوتوا اللعبه تكمل بالرغم انهم خايفين وشايفين باقي اللعيبه بينهاروا، لدرجه بنت فيهم بتصوت وتعيط وتقول لهم انا خايفه ارجوكم انهوا اللعبه. والمعضله هنا ان كلهم مصيرهم في النجاه معتمد عليهم كلهم، وبسبب اختلافهم ممكن بنسبه كبيره اللعبه اللي جايه يموتوا بعض. ولسه جي هون هيزعق ويقول لهم انتم مالكم يا بشر بتفكروا ازاي بس، فبيتكلم يونج ايل واللي هو ينهو يعني انهم لازم يطلعوا من هنا وما يكملوش، وبيفضل يقول للناس يصوتوا ان اللعبه تنتهي وينقذوا نفسهم، بس الناس بتعترض عليهم ان المبلغ مش كفايه ومش هيكفي نص الديون اللي عليهم، وبيبقى كل همهم الفلوس اكتر من حياتهم وانهم شايفين الامل ليهم ولعيلتهم في الفلوس دي، وبيتفقوا يلعبوا جوله كمان وبعديها ينهوا اللعبه لان اكيد المبلغ هيبقى اكبر وقتها، وكلهم بيبقى بيحركهم الطمع اكتر من اي حاجه، وبيفضلوا يصوتوا ان اللعبه تكمل، وبينتهي التصويت ان اللعبه تكمل بالفعل. والست
العجوزة بتقول لابنها يونج سيك انه لو خرج من هنا وهي ماتت هيعرف يعيش من غيرها، لكن هو لو مات هي مش هتقدر تعيش من غيره، وانه اناني بالتصويت ان اللعبة دي تكمل لانه ممكن يموت فيها. فبيفهمها انه عليه ديون كتير اكتر ما هي فاكرة اصلا، وان اصحاب الديون هددوه انهم هياخدوا اعضائه لو ما سددهاش. وجونج باي بيبقى مكسوف من فريقه لانه صوت ان اللعبة تكمل بسبب ان عليه ديون كتير، لكن هم بيطمنوه انه حتى لو كان صوت بالعكس فالاغلبية كانت عايزة تكمل. وبيفضل يتكلم ان الفريق بتاعهم جامد وادائهم قوي ولازم يكملوا لعب سوا، وانهم لازم يكسبوا الالعاب اللي جايه. فهنا بيرد عليه جي هون وبيقول له ان ممكن الالعاب اللي جايه يضطروا يقتلوا بعض اساسا. فبيستغربوا كلهم من كلامه وبيقولوا انت بتبالغ بكلامك قوي. فبيقول لهم ان ده حصل قبل كده. وهيون جو بتقول لهم انها صوتت ان اللعبه تكمل لان عندها حلم تروح تايلاند وتعيش هناك وتكمل باقي العمليات بتاعتها عشان نفسها تعيش حياه كريمه. ويونج سيك بيقول لها انه راح هناك فعلا وفي بنات متحولين هناك كتير وبيبقى شكلهم جميل. فالست بتقول لها انها شايفاها شكلها لطيف، والبنت التانية بتقول لها انها جميله وانها مش زعلانه منها انها صوتت اللعبه تكمل. ويونج سيك بيقول لها انت ما قلتيش كده عليها، انت بتكدبي. فبتفضل تضرب فيه عشان قال كده قدامهم. وفي الحمام سانوس بيرخم على اليوتيوبر النصاب وبيقول له انه لازم يكسب عشان يرجع له فلوسه. فاليوتيوبر بيقول له ازاي وانت اساسا هتكون مت لو انا كسبت. فبيفضلوا يرخموا على بعض وبيبقوا مستقويين عليه عشان هو لوحده ولسه هيكون هيضربه، لكن بيخش ينهو في وش سانوس فبيسيبه وبيقول له انه بيراقبه ومش هيسيبه. وبيعرضوا عليه انه ممكن يساعده لو فضل سانوس يرخم عليه كده. وبالليل بيتجمعوا في قاعة النوم وبيقول لهم جي هون انهم لازم يناموا تحت السرير، واحد يحرسهم وهم نايمين وهيبدلوا مع بعض كل ما حد ينام. وبيبدأ جي هون بالحراسة عليهم وبيفهمهم ان ده حصل قبل كده، الناس بتفضل تقتل في بعض وهم نايمين عشان يكسبوا، وان ده جزء من اللعبة والناس هنا في المكان ده بتتغير ومفيش امان لاي حد. وبالليل الست العجوزة بتروح للحمام مع البنت الحامل وبيبقى معاها سكينة في التوكة بتاعتها، وبتنهار البنت الحامل في الحمام من العياط لانها خايفة، لكن بتحضنها الست العجوزة وبتطمنها. وجي هون وجونج باي بيتكلموا سوا وبيفضل يفكروا بايام زمان ويغلس عليه ويستفزه لحد ما جي هون بيخرج عن صمته وبيتكلم معاه زي زمان وبيقول له انه بس بيستفزه عشان كده عشان يرجع جي هون بتاع زمان. وبيسأله رجعت ليه بعد ما كسبت الفلوس وليه ما بدأتش حياة جديدة. فبيقول له انه كان راجع يوقف اللعبة وينقذ الناس، بس دلوقتي لان الناس مكملين باختيارهم بقى محتار ومشتت ومش عارف يعمل ايه. وبندخل على الحلقة السادسة بعد ما المتسابقين اختاروا انهم يكملوا في اللعبة، وبتبدأ الجولة الثالثة واسم اللعبة المرة دي هو لعبة الاختلاط. والمفروض ان المسؤولين عن اللعبة هيقولوا رقم عشوائي من 1 ل10، والمطلوب ان المتسابقين يكونوا مجموعة بنفس الرقم ده ويدخلوا أوضة من الأوض اللي قدامهم، وأول رقم بيتقال هو رقم 10. فبتبدأ كل مجموعة تدور على ناس معاها بحيث انهم يكملوا 10 أفراد ويدخلوا أي أوضة من اللي قدامهم. فجي هون هو وفريقه بيدوروا على 5 تانيين عشان يكملوا العدد، فبيلاقوا قدامهم هيون جو و4 كمان معاها، فبيعملوا هم ال10 فريق وبيدخلوا في أول أوضة بيلاقوها فاضية وبيقفلوا الباب وبيقفوا ياخدوا نفسهم. وجي هون بيبص من الفتحة اللي في الباب على الناس اللي ما لحقتش تكون الفريق وبيموتوا بره، والحراس بيخلصوا عليهم. بس اللعبة مش بتقف لحد هنا، دي بتكمل وبيرجعوا يخرجوا تاني من الأوض وبيقفوا على العجلة اللي بتدور بيهم، وفي أغاني كمان بتشتغل. وبنلاقي إن ثانوس وصاحبه بيرقصوا وبيغنوا ومزاقهم رايق على الآخر ولا كأنهم في الملاهي بجد، لحد ما بيقفوا مرة واحدة والرقم المرة دي بيكون 4. فهيون جو وفريقها بيقفوا يفكروا ثواني كده عشان عددهم 5، وبيقرروا إنهم يسيبوا سون نيو وبيدخلوا هم ال4 الأوضة. أما يونج إيل فبيقول لفريقه يدخلوا هم ال4 الأوضة وهو هيروح يدور على 3 تانيين يعمل معاهم فريق. فبيسمعوا الكلام وجي هون بياخدهم وبيدخلوا أول أوضة قدامهم لحد ما الوقت بيخلص. وبعد ما الحراس بيخلصوا على اللي ما نجحوش في الجولة وبينظفوا المكان من الجثث، بيطلع المتسابقين من تاني من أوضهم عشان يكملوا لعب. وبيطلع جي هون يدور على يونج إيل واللي بيطلع لسه عايش وقدر إنه يجمع ال3 قبل ما الوقت يخلص. أما سون نيو اللي هي بتاعة الأرواح دي فبتبص لفريقها اللي اتخلى عنها بنظرات بترعبهم وبترعبنا احنا شخصيا. وبعدها بتبتدي اللعبة والمرة دي الرقم بيكون 3، فالفرق بتتقسم اتنينات وكل اتنين بيدوروا على واحد تالت معاهم. بس ثانوس وصاحبه اللي دماغهم مش فيهم ومش حاسين بالخطر اللي حواليهم بيقرروا انهم يلعبوا طوبة ورقة مقص مع 2 اصحابهم، واللي هيكسب فيهم هياخدوه في فريقهم. فمين سو بيكسب وبيتخلى عن صاحبته وبيروح مع ثانوس. اما يونج سيك فبيكون واقف مع والدته وبيدوروا هما الاتنين على حد تالت ينضم لهم. بس اللي بيحصل ان في 2 بيشدوا يونج سيك وبيسيب مامته، وبيونج سيك بيبقى رافض في الاول انه يسيبها بس خوفه من الموت بيسيطر عليه وبيدخل الاوضه من غير والدته. وكل ده وهي واقفه بتبص له ومصدومه انه اتخلى عنها، لحد ما اخيرا
فعلا جي هون ويونج إيل بيشوفوها واقفة لوحدها فبياخدوها معاهم وبينقذوها بدل ابنها. ويونج إيل بيسألها ابنك راح فين، فهي بتحاول ما تشوهش صورة ابنها قدامهم وبتقول لهم ان يونج سيك ضاع منها وسط الزحمة. وبعدها بيخرجوا من تاني وهي بتدور على ابنها وعلى باقي فرقتها اللي بتعتبرهم زي ولادها بالظبط. ولما بيطلع يونج سيك والدته بتتصرف كأن مفيش حاجة حصلت وبتقول له اهم حاجة ان انت كويس دلوقتي. فهو بيعتذر لها وهو ندمان جدا وبيقول لها انه مش هيسيبها تاني ابدا. وبيقفوا من تاني وبيبقى يونج سيك ماسك في ايد والدته جامد، والرقم المرة دي هو 6. ففريق هيون جو مش بيكون متبقي له غير واحد، فبياخد داي هو اللي من فريق جي هون وبيجروا يدوروا على اوضه فاضيه. بس فجاه يونج مي اللي معاهم بتتكعبل وبتقع على الارض ومش بيكون متبقي غير 5 ثواني بس عشان تقدر تقوم وتدخل الاوضه. لكن ميونج جي بيدخل بدلها بسرعه والاوضه والباب بيتقفل عليهم ويونج مي بتقف بره تعيط وبتموت. فهيون جو بتتهم ميونج جي انه السبب في موت يونج مي عشان دخل بدلها. فميونج جي بيقول لها ان يونج مي ما كانتش هتلحق تدخل الاوضه وانه لولا كان العدد هيكون ناقص وكلهم كانوا هيموتوا دلوقتي. فجون هي بتقول لهم انه عنده حق ومش المفروض انهم يتخانقوا في وقت زي ده. وبعدها بيطلعوا عشان يلعبوا لاخر مره في اللعبه دي، والرقم الاخير هو رقم 2. فكل 2 بيجروا بسرعه على اول اوضه يشوفوها. وساعتها يونج ايل وجونج باي بيدخلوا الاوضه بس بيلاقوا ان فيها واحد موجود، فبيقولوا له اطلع بره بسرعه. فهو بيرفض ومش بيتبقى غير كام ثانيه على الجوله انها تخلص. فيونج ايل مش بيلاقي حل غير انه يخلص على الراجل الزياده اللي معاهم في الاوضه قدام جونج باي اللي بيكون واقف مصدوم من اللي يونج ايل بيعمله، بس مش بيعلق عليه لانه اخيرا اللعبه بتخلص. وعلى الجانب التاني بنشوف الشرطي جون هو وهو لسه بيدور على الجزيره وبيقول للقبطان بارك انهم عايزين يصغروا نطاق البحث بتاعهم عشان يقدروا يلاقوا الجزيره اللي عليها الالعاب في وقت اسرع من كده. وبنرجع تاني للاعبين اللي نجوا من الجوله الثالثه، ويونج ايل وجي هون والفريق بتاعه بيبعتوا جونج باي يعد عدد اللعيبه اللي عايزه تكمل في اللعبه. فبيرجع وبيقول لهم ان عددهم 56 واحد قصاد 44 من اللي عايزين يمشوا، وده معناه ان المصوتين على ان اللعبه تكمل اكتر منهم ب 12 واحد. فيونج ايل بيقول لهم ان بالشكل ده هم محتاجين حوالي 6 يغيروا رايهم عشان النتيجه تبقى تعادل. فجي هون بيقترح انه يلف على اللعيبه اللي كانت عايزه تكمل لعب عشان يقنعهم انهم يرفضوا يكملوا المره دي. فيونج ايل بيقول له انهم لو عملوا كده ممكن شويه من اللي عايزين يكملوا يلفوا هم كمان على الناس اللي رافضه عشان يقنعوهم بالعكس، ويبقى بالشكل ده هم ما عملوش حاجه. فبيرسوا على انهم يستنوا ويشوفوا ايه اللي هيحصل في التصويت وخلاص. وبيبدا التصويت واول واحد بيصوت هو جي هون، وطبعا بيرفضوا انه يكمل اللعبه. وشويه من اللي كانوا عايزين يكملوا في اللعبه بيغيروا رايهم وبيرفضوا انهم يكملوا، ومفيش حد من اللي كانوا رافضين بيغير رايه. وده بيدي امل كبير لجي هو وزمايله انهم المره دي يخرجوا وما يكملوش اللعبه. وبيفضلوا مكملين لحد ما بيتبقاش غير 2 بس، واحد منهم هو يونج ايل وبنت تانية كانت رافضه انها تكمل. وبيجي الدور على البنت دي والكل بيكون فاكر ان هي هتفضل رافضه، بس بيتفاجئوا انها الوحيده اللي بتغير رايها وبتقرر انها تكمل في اللعبه. والنتيجه بتكون 50 من اللي موافقين قصاد 49 من اللي رافضين، ومش بيتبقى غير يونج ايل اللي هيحدد النتيجه سواء انهم يتعادلوا او انهم يكملوا في اللعبه. فجونج باي بيتوتر وبيقول لجي هون انه قلقان من يونج ايل لما يعملش اللي هم اتفقوا عليه ويقرر انه يكمل في اللعبه. فجي هون بيستغرب لانهم المفروض واثقين في صاحبهم وبيسالوا ليه بتقول كده. فجونج باي بيكون لسه هيحكي عن اللي حصل مع يونج ايل في الاوضه بس مش بيلحق لان الحارس بينادي على يونج ايل عشان يجي يصوت. فبيقف الكل على اعصابه لحد ما يونج ايل بيصوت اخيرا بالرفض والنتيجه بتطلع تعادل. فالحارس بيقول لهم ان تبع القواعد هيسيبهم يوم يفكروا عشان تاني يوم يعيدوا التصويت لحد ما يرسوا اذا كانوا هيكملوا ولا هيخرجوا. اما جون هو فبيلاقي انه وصل على جزيره، فبيركب كاميرا صغيره في الطياره وبيقفوا بعيد ويتفرجوا من الكاميرا دي على الجزيره من فوق، وبيلاقوا ان الجزيره فيها باب وسط الشجر، فبيشكوا ان ممكن تطلع هي دي الجزيره اللي بيدوروا عليها. فجون هو بيبعت مجموعه يستكشفوا الجزيره، بس لما بيوصلوا عليها وبيفتحوا الباب بيطلع ان ده فخ وفي قنبله بتنفجر في المكان، فبينسحبوا بسرعه وبيرجعوا على المركب من تاني. اما باقي اللاعبين فبينقسموا فريقين، فريق رافض يكمل وفريق عايز يكمل، وبتبدا تدور ما بينهم خناقات. حتى سانوس بيستفز ميونج جي زي عادته في الحمام وبتحصل ما بينهم خناقه، وسانوس بيهجم على ميونج جي وبيتخانقوا جامد لدرجه انه كان هيموته. فميونج جي بيطلع شوكه من جيبه وبيغرزها في رقبه سانوس. وبنوصل بعدها للحلقه الاخيره وبنشوف الدنيا بتقلب وبتبقى فوضى جدا، وكل اللاعبين اللي في الحمام بيبداوا يخلصوا على بعض. فالحراس بيتدخلوا وبيخرجوهم من الحمامات وبيرجعوهم تاني على اماكنهم، وساعتها الفريقين بيتبلوا على بعض وكل واحد منهم بيقول ان التاني هو اللي بدأ، وبيرجعوا يتخانقوا. والفريق اللي عايز يكمل بيتهم الفريق اللي عايز يخرج انهم خلصوا على سانوس وكم واحد منهم علشان عددهم يقل ويكسبوا في التصويت.
الغويط، وبيفضلوا على الحال ده كتير ومحدش من الفريقين بيطيق التاني. اما بالليل على السفينه فبنلاقي ان القبطان بارك صاحي ومنامش، وبيروح للطياره الصغيره اللي معلقين فيها الكاميرا وبيبوظها، وساعتها بيكون في واحد من فريق جون هو بيصحى من النوم هو كمان بالصدفه، وبيشوف بارك وهو ماسك الطياره، فبيساله انت بتعمل ايه؟ فبارك بيتوه في الموضوع وبيقول له انه كان عايز يستكشف الطياره بس. فالراجل بيشك فيه وبيوقفه قبل ما بيمشي، فبارك بياخد سكينه من معاه وبيموت الراجل ده وبيرميه في البحر. وبعدها بنرجع للالعاب وبنشوف الفريقين بيعدوا بعض، وبنلاقي ان الفريق اللي عايز يكمل في اللعبه مات منه 3، وبالشكل ده هو اقل من الفريق اللي عايز يخرج، وبكده هيخسروا التصويت بكره. وبيجي ساعتها للفريقين تنبيه ان وقت النوم قرب وان الانوار هتنطفي كمان 30 دقيقه. وده بيفكر جي هون باللي حصل معاه في اللعبه اللي فاتت لما طفوا الانوار وكل فريق هجم على التاني وخلصوا على بعض. فبيحذر فريق وبيقول لهم ان الفريق التاني هيهجموا عليهم اول ما النور يطفي، فهم بيسالوه هيتصرفوا ازاي. فيونج ايل بيتدخل وبيقول لهم احنا لازم نهجم عليهم الاول، والكل بيوافقوا، لكن جي هون بيعترض وبيقول لهم ان بالشكل ده مش هنختلف عنهم كتير، وان مش دول اعدائنا الحقيقيين، واللي لازم نهاجمهم بجد هم المسؤولين عن اللعبه. وبيشرح لهم ان في الادوار اللي فوقيهم في غرفه تحكم، وانهم لو سيطروا عليها ممكن انهم يخرجوا من اللعبه دي بسلام. فبيحطوا خطتهم اللي هيقدروا بيها انهم يهجموا على الحراس ويدخلوا غرفه التحكم، وبيستنوا اول ما النور يطفي والكل بينام على سريره. وبنعرف ساعتها الخطه، واول ما الفريق التاني بيهجم عليهم هم بيستخبوا تحت السراير، بس بيسيبوا شويه ناس ومش بيقولوا لهم على الخطه عشان لازم يكون في كبش فدا عشان الباقي يعيش، ويفضلوا مستخبيين لحد ما الحراس بيدخلوا، وساعتها بيعملوا نفسهم ميتين. ولما الحراس بيقربوا عليهم عشان ياخدوا جثثهم بيهجموا عليهم وبياخدوا اسلحتهم وبيضربوا عليهم بالاسلحه اللي معاهم. فالحراس بتنسحب بسرعه والباب بيتقفل الا حارس واحد مش بيلحق يخرج، فجي هون بيؤمر زمايله يسيبوا الحارس ده عايش عشان هيحتاجوه، وبيجمع كل الاسلحه اللي كانت مع الحراس اللي ماتوا، وبيقول للكل ما تخافوش وانه مش هيأذيهم بالاسلحه دي. وساعتها هيون جو بتدمر كل الكاميرات اللي موجوده في المكان عشان ما حدش لا يسمعهم ولا يراقبهم. وساعتها جي هون بيكمل كلامه وبيقول للكل انهم هيطلعوا لغرفه التحكم اللي في اللعبه ويقبضوا على المسؤولين وينهوا كل اللي بيحصل ده، وبيطلب منهم انهم ينضموا ليه ولفريقه، بس شويه قليلين جدا اللي بيجي لهم الشجاعه ينضموا لفريق جي هون. فهيون جو بتعلمهم ازاي يستعملوا السلاح وبتشرح لهم كل حاجه محتاجين انهم يعرفوها، وبياخدوا الحارس اللي معاهم عشان يقول لهم على مكان غرفه التحكم، وبيخلصوا على كل الحراس اللي في طريقهم لحد ما الحارس بيقف قدام باب وبيقول لهم ان غرفه الاداره من هنا واوضه التحكم فوقيها. فجي هون بيقول له يمشي قدامه ويوريه بنفسه. فالحارس بيطلع القناع بتاعه من جيبه وبيقول لجي هون انه محتاج القناع عشان يقدر يفتح الباب، بس ساعتها في رصاصه بتصيب الحارس وبيقع ويموت، والحراس كلهم بيتجمعوا وبتحصل حاله طوارئ وبيضربوا على الفريق. فجي هون بياخد جونج باي صاحبه والقناع بتاع الحارس وبيطلعوا يدوروا على اوضه التحكم، وبيقول لباقي الفريق يفضلوا هنا لحد ما يحتاجوهم. وهم في طريقهم لاوضه التحكم بيلاقوا ان عدد الحراس كبير ومعهمش ذخيره تكفي. فجي هون بيكلم يونج ايل من اللاسلكي اللي هم اخدوه من الحراس وبيقول له يجي هو واتنين كمان ويجيبوا له ذخيره معاه. فيونج ايل بيقول للفريق انه هيروح يجمع ذخيره في طريقه لجي هون، وهم كمان يجمعوا ذخيره وينضموا لهم بعدين. فداي هو بيقول لهم ان هو اللي هيروح يجيب الذخيره بنفسه من جيوب الحراس اللي هم موتوهم ويرجع لهم على طول. ويونج ايل بيوصل لجي هون وبيساله لقيت اوضه التحكم ولا لسه؟ فجي هون بيقول له ان هي موجوده فوق بس الطريق بتاعها كله حراس ومش هيقدروا انهم يروحوا منه، وبيطلب منه انه يدور على طريق تاني يلف فيه من وراهم. اما داي هو فبيرجع على المكان اللي هم بيناموا فيه وبيجمع ذخيره كتير وبيشيلها معاه عشان يرجع للفريق، بس فجاه بيقف في مكانه ومش بيتحرك كانه دخل في صدمه. فهيون جو بتروح تدور عليه عشان اتاخر جدا والرصاص اللي معاهم خلص. اما يونج ايل فاول ما بيبعد عن جي هون بيخلص على الاتنين اللي معاه وبياخد اللاسلكي وبيكلم جي هون وبيقول له انا اسف عشان ما قدرتش الاقي الاوضه، وبيمثل ان في حد ضربه ومات. وبيرجع يونج ايل لشخصيته الحقيقيه كمدير للعبه وبيروح يلبس اللبس والقناع بتاعه. وفي الوقت ده بتكون هيون جو لقت داي هو اخيرا، بس بيكون مستخبي وخايف وفي حاله صدمه، ولما بتساله على الذخيره بيقول لها على مكانها، بس مش بتلحق انها توديها للفريق لان مجموعه كبيره من الحراس بتدخل المكان. فهي بتمسك السلاح وبتبقى عايزه تخرج لهم، لكن الست العجوزه بتلحقها وبتقول لها كده هتموتي نفسك على الفاضي. وباقي الفريق اللي لسه فوق منهم اللي بيموت نفسه ومنهم اللي بيستسلم اول ما الحراس بتقرب منهم، وهم مش معاهم ذخيره كفايه، بس الحراس بتخلص عليهم كلهم ومش بترحمهم. وجونج باي وجي هون هم كمان بيستسلموا عشان معهمش ذخيره. فيونج ايل بيجي بنفسه وهو لابس قناعه الاسود وبيسال جي هون اذا كان مبسوط وهو بيلعب دور البطل، وبيقول له ان دي عواقب اللي بيحب يلعب دور البطوله، وبيمسك مسدسه وبيخلص على صاحبه
جونج باي قدامه، فجي هون بيزعل جدا على صاحبه وبيعيط عليه، والحراس بتمسكه وبتكتفه وبتبعده عن صاحبه، وهو بيفضل ينده على اسمه ومش مصدق انه مات. وبكده بينتهي الموسم الثاني من المسلسل، واستنونا مع الموسم الثالث، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشوفوا باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام. ملخصات بتاعتها. سلام. ملخصات بتاعتها.